زمالك اسماعيلي، لعبت في الثلاث انديه وهم يعني قليلين قوي. اعتقد ما فيش حد في مصر لعب اسماعيلي اهلي زمالك. لا في يعني مش يعني في ثلاث انديه. في اسلام الشاطئ تقريبا. لا اسلام الشاطئ ما لعبش في الزمالك، ده هو يوم انضم وما كملش. ما اعرفش يعني. لا ما اعتقدش في حد. تقريبا ابراهيم سعيد كمان. ابراهيم سعيد لعب تجاربه برضه ما كانتش يعني. والحضري الحضري مظبوطه يعني. بس انت يعني انت ما مشيتش في مشاكل انت الحمد لله. يعني دايما مشيت بشكل كويس من كل نادي الحمد لله. لا هو بص، هو ممكن تقول التجربه الافضل هي طبعا اكيد النادي الاهلي. لان انا مع النادي الاهلي طبعا حققت 7 بطولات، حققت 3 دوري وافريقيا واحتكاس عالم انديه وكاس وسوبر. فطبعا اكيد يعني هي الافضل. ولكن مع النادي الاسماعيلي انا حققت مع طبعا كاس، وحققت مع النادي الزمالك كاس. يمكن مع النادي الاسماعيلي برضه كانت بالنسبه لي فتره مهمه، لان هي فتره البدايات بالنسبه لي يعني للناس بقى بتاع قبل ما تحترف بره مصر. قبل ما احترف طبعا، ولكن كانت فتره مهمه جدا جدا بالنسبه لي. ورحت على جيل عمالقه يعني. كان محمد صلاح بويش وحمزه الجمل وكابتن فوزي جمال وسعفان وهاب جلال وشير عبد الصمد كانت فكر الصغير طبعا. يعني كان فرقه عمالقه، فرقه حلوه قوي. طبعا كانت فرقه عمالقه، وكانوا قبلها بسنتين كانوا واخدين الدوري الممتاز. لحقت الكابتن عاطف عبد العزيز؟ لا الكابتن عاطف كان هو مشي من الاسماعيلي، كان بيلعب في نادي تاني. كابتن احمد قناوي. طبعا كابتن احمد قناوي والله يرحمه كابتن احمد رزق، كل دول كانوا موجودين. كانوا موجودين، انا رحت عليهم وكده. فطبعا كانت بالنسبه لي مرحله يمكن مهمه جدا جدا في حياتي. ومن خلال الاسماعيلي طبعا ضميت منتخب اول، واحترفت بعد كده الفتره بقى اللي انا احترفتها في تركيا. ولكن هي الافضل اكيد الاهلي بالظبط. نادي الزمالك يمكن الظروف ما ساعدتش يعني. انت طبعا جيت في وقت وكانت الاحداث اللي حصلت طبعا في البلد والرياضه بقى خلاص دورها قل شويه، ودوري ما بيلعبش ودوري ما بيستكملش وبطوله ما فيش انتظام فكانت الامور صعبه. الناحيه الماديه كمان كانت امور صعبه جدا جدا جدا. فكانت دي اللي صعبت الامور يعني. يعني ما كانتش بالشكل اللي انا كنت اتمناه. يعني انا حتى لما جيت نادي الزمالك كنت اتمنى ان انا احقق نجاحات مع نادي الزمالك، يمكن احقق بطولات مع نادي الزمالك. الحمد لله طبعا يعني الحمد لله ان ربنا اكرمني طبعا. حققت بطوله في الاخر الكاس اللي بتاعت السنه اللي فاتت. وكنا طبعا قبل كاس مصر اللي هو طبعا لما كان الكابتن حسن شحاته موجود. ولكن ماتش غريب كان مؤلم. المباراه دي مؤلمه. ماتش غريب الشكل لجمهور الزمالك. باي حال من الاحوال المباراه دي ما ينفعش انك انت تخرج خسران فيها يعني. باي حال من الاحوال انت كان يوم غريب قوي. كل حاجه عملتها في المباراه. عملت كاس انت هايل يا كابتن احمد. انا فاكر اول مباراه ليك مع وادي دجله جبت هدفين. اول مباراه ليك مع الزمالك 4-1 الزمالك في استاد القاهره. مظبوط. والمباراه اللي بعديها كمان جبت هدف والجون ومش لا الجون ما انت جبتش. لا ده كان شيكابالا ومحمود فتح الله ومحمد عبد الشافي. انت جبت الجونه في الدوري، الفاول اللي هو من فوق الحيط. لا في الكاس انا جبت في الكاس جبت 4 اجوان. جبت في وادي دجله. في وادي دجله مظبوط. وبعد حتى في النهائي في انبي انا جبت جون اللي هو اتحسب اوفسايد ده. اللي جت في احمد جعفر بالظبط. فكنا طبعا احنا الاقرب وكده الكاس ده. كان يوم مؤلم بالنسبه لك خساره الكاس ده جدا من الايام لان كمان كان تحدي بالنسبه لي كمان يعني. كان تحدي جديد بالنسبه لي ان انا اروح واحقق نفسي ان انا احقق بطوله. وكان الكابتن حسن موجود وجهازه جهاز جديد. وكنا نفسنا فعلا ان احنا يعني. وكنا احنا الاقرب، وكنا احنا في الوقت ده كنا بنلعب كوره الناس كلها كانت مستمتعه يعني فعلا كوره. وعمرو زكي تقدم للزمالك 1-0 بالظبط. ولكن كان يوم صعب جدا بالنسبه لي لان كنا احنا الاقرب، وكان كل الناس خلاص رايحه واثقه ان احنا رايحين بطل الكاس. حتى لعيبه انبي في الملعب كمان هم كانوا حاسين بده ان احنا كنا افضل من في كل الخطوط. ولكن طبعا هي كره القدم كده يعني. فكان يوم صعب جدا. انا كان يوم صعب عليا قوي برضه يعني. ما اقدرش انكر ان انا ككابتن حسن مدير فني الزمالك وانا كزملكاوي يعني كان يوم صعب ومؤلم جدا. هو كان يوم صعب جدا. كان يوم فعلا. انا كان يومين في حياتي صعبين، واعتقد انت برضه نفس القصه. مباراه مصر والجزائر في السودان من يعني اصعب، ومش عايز اقول اوحش طبعا، الحمد لله كل شيء نصيب. ولكن كان اعتقد يعني طبعا انت ككابتن منتخب مصر، انا فاكر يوميها في اوضه لبس منتخب مصر، انا فاكر بعد المباراه مصر والجزائر في السودان انت دخلت الاوضه كنت في حاله انهيار انت ومعظم اللعيبه وعصام الحضري وبوكا وانت قلت جمله انا مش قادر انساها. قال هو انت قلت ان كاس العالم عايز مننا ايه؟ احنا يعني ليه مالنا كده مش عارفين نوصل كاس عالم؟ لا هو بص طبعا اكيد كان يوم حزين. فاكر اليوم ده طبعا حزين على الرياضه المصريه بشكل عام، لان احنا كنا منتخب كان يعني كنا نستحق ان احنا نكون موجودين في كاس العالم. ولكن انا كنت يوميها حتى لما دخلت فعلا انا حاسس ان ايه موضوع كاس العالم معانا يعني. ولكن هي مش انهيار، لان احنا حتى انا فاكر وقتها والله يمكن لما اتكلمت مع عصام الحضري وبوتريكا واللعيبه كلها وقتها اتكلمت معاهم قلت لهم دي مش نهايه العالم، احنا لسه عندنا حاجات ثانيه ونقدر ان احنا نعمل حاجه كويسه والكلام ده وكده.
واحنا جبنا كاس الامم بعديها. يعني لو تفتكر احنا واحنا بعد كده وحققنا كاس الامم الافريقيه وعملنا مباريات كويسه وكده، ولكن كان يوم طبعا هو حزين على الرياضه المصريه بشكل عام، واحنا اكتر، لان احنا الجيل ده كان يستحق فعلا ان هو يكون موجود في كاس العالم. ما ينفعش ان الجيل اللي كان بيأدي بالشكل ده والكوره دي ممكن توصل تاسع العالم في التصنيف العالمي، انك انت توصل تتخطى اقوى منتخبات في العالم، وانك انت بطل افريقيا لبطولتين، لان احنا كنا لسه ما رحناش